تكملة لحلقات الرعب اللي احنا ابتديناها. حلقة كنا انا واصدقائي 12 واحد من دفعتنا في الكلية. كنا في اجازة ما بين الكلية سنة وسنة، وحبينا نروح الساحل في فترة اللي هي شهر 9، اللي هي كانت ما بين انتهاء الصيف وبداية الشتاء. كانت الناس ابتدت تفضى من الساحل عشان ترجع تجهز للمدارس، فقلنا هنروح شاطئ كده، شقة بتاعت واحد صاحبنا، كنا 12 واحد قاعدين فيها في الساحل الشمالي. كانت الدنيا ابتدت تبرد سيكا يعني. فالمهم بالليل الساعه 11 12 بالليل كده، في اتنين من اصحابنا، واحد صاحبنا قلبه جامد جدا ومجنون وبيعمل حاجات خطره جدا جدا، وواحد تاني صاحبه غلبان كده وقريب منه وبيروح معاه في اي حته يعني. فالمهم الاتنين قرروا ان هو ينزلوا ميه بالليل الساعه 11 بالليل يعني. طبعا الدنيا كانت مرعبه جدا جدا، فنزلنا معاهم انا واتنين اصحابي تاني عشان نامن نشوف هيعملوا ايه يعني. فرحنا احنا الخمسه الشاطئ، طبعا الامن منعنا وقال لك لا ما حدش ينزل خالص خالص. ولما الاتنين اصروا ان هم ينزلوا قالوا لهم طب خلي بالكم ان هنا في جن وعفاريت وفي حاجه اسمها النداهه بتخطف اللي ينزل الميه يعني. المهم هم اصروا ان هم ينزلوا. فالمهم احنا الثلاثه سيبناهم بقى ورجعنا تاني على الشاليه. هما الاثنين دخلوا بين الصخور كده على اساس ان هم ينزلوا الميه يعني. بعد حوالي 15 دقايق بالظبط كده رجع واحد فيهم: الحقوا الحقوا، احمد غرق، احمد غرق في الميه. طبعا عليه صورة الهلع ووش الهلع ومرعوب. كلنا نطينا بهدومنا زي ما احنا ونزلنا جري على الشاطئ يعني.